بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: من هم المعتزلة باختصار؟ وما أهم نقاط الاختلاف بينهم وبين أهل السنة؟ ومن هو مؤسس المذهب وإمامه؟ وهذا باختصار. المعتزلة ذكروا أنهم بدأوا بواصل بن عطاء لما تكلم بين يدي الحسن البصري، وسئل الحسن البصري عن صاحب الكبيرة فقالوا: هل هو مسلم أو كافر؟ لأن عندنا المسلم الأصل فيه أنه تقي بعيد عن كبائر الذنوب، والكافر لا يبالي أي شيء فعل. هناك مسلم عاصي وهو فاعل الكبيرة، فسئل الحسن البصري عن فاعل الكبيرة قال: هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فقام واصل بن عطاء في مجلس الحسن البصري قال: لي فيه رأي. قالوا: ما هو؟ قال: ليس بمؤمن وليس بكافر. قال: كيف؟ قال: خرج من الإيمان بكبيرته ولم يدخل إلى الكفر لأنه موحد يشهد أن لا إله إلا الله. قال: فما هو إذن؟ قال: منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، بين الإيمان وبين الكفر. فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل، أي بهذه الفكرة وهذا القول الغريب، فاعتزلهم، فسموا بذلك المعتزلة، اللي هم أخذوا برأي واصل ابن عطاء. ثم جرى على دربه عمرو بن عبيد والجهم بن صفوان، وهكذا أخذوا بهذا القول وغيره. ثم توسعت المسألة وتجاوزت هذه المسألة إلى مسائل أخرى. ومن أشهر مسائل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة يعني في فاعل الكبيرة، المعتزلة يوافقون الخوارج في فاعل الكبيرة، بل الخوارج هم أخذوا مذهبهم من المعتزلة. الخوارج في الأصل مذهب سياسي، ثم بعد ذلك تبنوا عقائد معينة، ومنها عقيدة المعتزلة في هذه المسألة. فالمعتزلة هنا قالوا هو في منزلة بين المنزلين، لا مؤمن ولا كافر. طيب في الآخرة قالوا كافر مخلد في النار. يعني في الدنيا نعامله معاملة بين الإسلام والكفر، لا هو كافر ولا هو مسلم. في الآخرة قالوا كافر مخلد في نار جهنم. الخوارج زادوا على المعتزلة فقالوا هو كافر في الدنيا والآخرة، هو كافر في الدنيا والآخرة، حسموها عندهم فيكفرونه في الدنيا والآخرة. كذلك من الخلافات بين المعتزلة وأهل السنة في قضية الأسماء والصفات، يثبتون لله الأسماء دون الصفات، ينفون عن الله جل وعلا جميع الصفات. كذلك من مخالفة من أهل السنة يقولون بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق، وينفون كثيرا من أمور الغيب كعذاب القبر أو نعيمه والصراط والميزان، وهذه كلها ينكرونها ولا يثبتونها. ولأجل هذا بعض أهل العلم أفتى بكفر المعتزلة، أنهم خرجوا من 72 فرقة، أنهم كفار. وبعض أهل العلم يقول ما زالوا مسلمين لكنهم منحرفون عن منهج أهل السنة والجماعة.